السلام عليكم. مغربات الذرة والكوك صالحة لمرضى السيلياك بدون جلوتين بدون لاكتوز وبدون حتى السكر الأبيض. كتجي هشيشة وبنينة. تبعوا معايا الوصفة. غناخدو 200 غرام ديال الكوك، غنحمروهم في مقلة ونردو البال حيت دغيا كيتحمر، ما نغفلوش عليه، غنخليوه يبرد. وغادي ناخدو الطحين ديال الذرة، غادي نزيدو ليه 100 غرام ديال الكوك اللي حمرناه، و100 غرام الاخرى نخليوها من بعد. زدت عليهم كيس ديال الخميرة مكوناتها آمنة، قريصة د الملح. نخلطوا النواشف ونخليهم على جنب. هنا غادي نوجدوا السوائل. درت 2 بيضات، غنزيد ليهم يا اما زيت الكوك يا اما الزبده يا اما زيت الزيتون اللي متوفر عندكم. غنزيد عليهم سكر جوز الهند او اي سكر متوفر عندكم. وهنا زدت عليهم كريمه جوز الهند، ممكن ديروا ياغورت طبيعي او الحليب، كيس ديال فاني. وغادي نخلطوا كلشي مزيان. وغادي نرجعوا لهذوك النواشف ونصبوا عليهم السوائل، نخلطوا مزيان مزيان حتى نحصلوا على هاد العجينه اللي كتكون لينه. مباشره غنكوروها ونديروا كويرات الوزن ديالهم 20 غرام. وهاد المساله كتبقى اختياريه. زيت واحد اللويزات محمرين ودرتهم الوسط، كورت مزيان. طبعا كندهن يدي بالمزهر وغادي نفندهم في الكوك محمر. غندير هذوك الكويرات في لاطه الفران فيها بابي كويسون، غادي نضغط عليهم واحد شويه وغندخلهم للفران على درجه حراره 180 درجه تقريبا 12 دقيقة. وها هي الغريبة ديالنا بالكوك والذرة، كتجي هشيشة وبنينة. وهذيك اللوزة اللي الوصف قلت لكم اختيارية، الصراحة كتعطي واحد البنة زايدة رائعة. بارطاجي الوصفة مع صاحبتك اللي كتاكل سون جلوتين، وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا نتغدى.